إخواني أخواتي، السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا على هذه القناة، ألا وهي قناة مسيردة نيوز الثانية. اليوم عندنا موضوع أزمة العطش في دولة المروك ذات 12 القرن من الحضارة. كما تشاهدون إخواني أخواتي في الصورة اللي هي أمامكم، ثورة العطش في دولة الذهب والفوسفات. علاش ولينا هذا الموضوع إخواني أخواتي؟ لأن في الحق تكلمنا عليه كثير من سبق، ولكن عاود وليت له لأن الأزمة طالت إخواني أخواتي داخل هذه الزريبة، ما زال موجودة إلى يومنا هذا. وهذا الشعب المروكي عيا ما يئن وعيا ما يزقي وعيا ما يقوم في الاحتجاجات والمسيرات، إلا أن العرش العلوي ما يسمعش به. لا أذن سمعت أنينه ولا عين رأت معاناته. الكل ضرب الطم، والمروك يتقاتل على المياه الصالحة للشرب. ما نطولش عليكم إخواني أخواتي، نروحوا نشوفوا هذا المقطع. وباش يكون في علمكم إخواني، هذه المقاطع اللي رايح نفوتها في هذا الفيديو راه كل مقطع ومن مدينة، ماشي كاين في بلاصة واحدة، باش نتفاهموا. هذا مما يدل على أن أزمة العطش ضاربة في جميع أقاليم المملكة المروكية. ما هذا الصوت؟ إنه صوت الحرب. مدابسة على الماء. السلام عليكم. سلام خويا هادشي دروين، علاش نايض عندنا هنايا؟ ما كيجيو الناس بزاف، شوف شحال الحملات ما كاينش كيفدوا هكذا نبادوا هكذا ونقيلوا هكذا حنا، ما كاين لا مال ما كاين لا مال والو. يا لطيف هلا شي نهار طاح شي روح. السلام عليكم خويا، علاش هادشي دروين؟ الروينة صحيح، روينة ما عندنا ما نوردوا حنايا. دابا ها انت كتشوف البير ما فيه حتى نقطه، والناس هكذا كيقيلوا، العيالات كيقيلوا بالنهار، حنا كنقيلوا بالليل كنسقيو. حنايا الموجود الله اخويا، الموجود الله. احنا في عام 2025 وما تسمع الا ميتين بالعطش وميتين بالجوع. هاد كلمة نتاع ميتين بالعطش وميتين بالجوع ما تسمعها في أي دولة إلا في دولة المروك. هذه المملكة المروكية الشريفة، نعم هذه شريفة، أوي صح شريفة. نزيدو نواصلو المقطع الموالي. الناس ما عندهمش الماء وهما كيقول لهم صبروا معنا. الوالي ديال تيرس كيقول ليه كلشي معكم، الحكومه المحليه والمركزيه برئاسه تبون. فوالا هذا السنقولي تعرفوه إخواني الجزائريين، هاد فارس النهر بما يدعى السليمي، يعقب أو يعاير ولا يتكلم على أزمة الماء اللي وقعت آنذاك العام اللي فات في تيارت، وزعما يقول الماء ما عندهمش والحكومة تقول لهم يصبروا. كيف هذا زعما كيما نقولوا يستهزأ، فوالا يستهزأ من الوضع. أنا نقول له بلي الأزمة تاع تيارت صارت في تيارت، مدينة وحدة بأمر ما عرفناش، لكن السلطات المحلية والمركزية تجندت وحلت الأزمة في ظرف 3 أسابيع أو 4، ما يتعداش الشهر. 2 وزارات ديبلاصاو على جناح السرعة إلى عين المكان وحلوا المشكل. راه نتوما في الزريبة ها الزريبة أخوانا، أزمة ماء صالح للشرب طال الأمد نتاعو، راها تفوت ال4 سنوات،
تفوت 4 سنوات مازال لحد الان الازمه موجوده الى يومنا هذا، وعلى مستوى جميع الاقاليم المروكيه وليس في منطقه واحده. لكن هؤلاء الابواق يدرقوا على الازمات الداخليه نتاعهم ويتكلموا على، احيانا نقول لها ربع ازمه، هذيك ماشي ازمه بالنسبه للجزائر، ربع ازمه يتكلموا عليها بالك اكثر من 5 شهور ولا 6 شهور وهما يتكالبوا عليها وينبحوا عليها، اللي هي في الحقيقه المشكل تحل في ظرف 3 أسابيع أو 4. واليوم ما نسمعوش ازمه المياه الشرب في الجزائر، لكن في الزريبه مازال لحد الان. نزيدو نواصلوا هذا المقطع. المقطع اخواني اخواتي هذا في اسفي، مدينه اسفي. شوف ما عندنا وزيره وما عندنا حتى شي واحد. هذه سنوات وما عندناش عباد الله. كل الساكنه ديال اسفي، وكنعاود نقول لكم اولاد اسفي، وراه هادو هما الرجال اللي كيشربوا الماء خالص. هادو هما الرجال اللي يشربوا الماء الخانز، وبالفعل الماء يشربوه خانز من الواد مباشرة للحنفيات. هذه في المروك. فوالا. وزارة تجهيز الماء أن الوضعية المائية في المغرب صعبة خصوصا في هذه فترة الصيف. أفاد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن وضعية الموارد المائية باتت مقلقة لعدة اعتبارات منها تراجع الواردات المائية، مشيرا إلى أن المغرب بات مهددا بندرة المياه خاصة خلال هذه السنة الجافة، مما كان له انعكاسات كبيرة على الساكنة والفلاح. مسؤولين يجي يعطونا الماء. دونك اخواني اخواتي، من خلال هذا المؤشر نتاع تراجع مياه السدود عند المروك وما كانش حلول، هو ما عندوش حلول، تفهموا زين اخواني اخواتي، والو يوحي بان الخطر قادم على ساكنة المروك او على المراركة بصفة عامة، لان السياسة الرشيدة نتاع مولاهم السادس اللي اعتمد على مياه السدود أي المياه السطحية نشفت، انقلت الأمطار ما بقاش، لأنه إخواني أخواتي المراركة ما عندهمش هاد الآبار الارتوازية، المياه الجوفية ما عندهمش، اعتمدوا على السدود، ما جاتش النو قعدوا كي داك الفكارين على برا، فكارين تاع الماء. فوالا، وها هي الازمه الحاده تضرب فيهم، والقادم اخطر اخواني. نزيدو نوصل. ما بقاوش جاو عندنا لا بالياه لا بالله، حنا طالبين الماء، حنا ولادنا 213، حنا ولادنا 213، حنا باغيين الماء، حنا باغيين الماء، اليوم نضنا مطيه لا باش نعيشوا ولادنا ميتين بالعطش. هذه في بلاد المروك. صحتنا في خطر، صحتنا في خطر، صحتنا في خطر. هذا الاحتجاج اخواني اخواتي في فاس. فوالا. شرعت السلطات العمومية في تنظيم حملات تحسيسية لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الموارد المائية تزامنا مع عيد الأضحى وفصل الصيف. وكانت الحكومة قد أعلنت حالة الطوارئ المائية خلال الأيام الماضية بسبب تراجع حقينة السدود وندرة التساقطات المطرية، وسط تخوفات من عودة شبح العطش خصوصا ببعض مدن الجنوب. هذا الفيديو اخواني اخواتي تاع العام اللي فات، والحكومه المروكيه اعلنت عن حاله طوارئ تاع العام اللي فات، ومازال ما حلوش المشكل تاع ازمه مياه الشرب. باش تعرفوا اخواني اخواتي ان الحكومه او الحكام العلويين ما عندهمش الحلول، وما على بالهمش بهذا الشعب. بغى يموت بالعطش يموت بالعطش، يموت بالجوع يموت بالجوع.
يموت بالبرد القارس، يموت بالبرد القارس، ما على بالهمش. فوالا ماشي كما الجزائر. الجزائر الدولة تراعي للشعب، معاناة الشعب الجزائري، ماشي كيف إخواني، باش تفهموا زين. نزيدو نواصل. قمعت قوات الأمن المخزنية مسيرة عارمة تندد باستفحال أزمة العطش، واستعملت قوات الأمن القوى المفرطة لتفريق مسيرة احتجاجية نظمها سكان منطقة الفايجة بمدينة زاكورة جنوب شرق البلاد بسبب شح المياه الصالحة للشرب. كما خرج سكان مدينة المعازيز بإقليم الخميسات في مسيرة احتجاجية أخرى بسبب الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب دون سابق إنذار. حزب النهج الديمقراطي العمالي المغربي أكد في بيان له تحت عنوان أزمة العطش تضاف إلى أزمة الغذاء لتعمق معاناة الشعب المغربي، أكد أن هذه الأزمات تتفاقم بشكل متزايد خلال الأسابيع الأخيرة وامتدت إلى العديد من المدن والقرى المغربية. هذه هنا إخواني أخواتي مسيرة في إقليم الخميسات، طوار ولا عرش المعازيز كما قالت، خرجوا يندوا بالعطش، العطش كلاهم، وقال لك راه تزيد تتفاقم أزمة العطش إلى جانب أزمة الغذاء. دائما العطش والغذاء، يموتوا بالعطش ويموتوا بالجوع. زيد الشيء اللي أنا بغيت نهضر عليه على كل حال، وهو القمع. هذا الاحتجاج هذا قمعوه إخواني أخواتي، هذه المسيرة قوات الأمن المخزنية قمعتهم، خرجوا طالبوا بالماء، مطلب اجتماعي فقط، لا هو سياسي لا والو. ورغم هذاك الشيء القوات الأمنية قمعتهم، لكن المسيرات اللي خرجت بالآلاف ضد التطبيع، يا هل ترى انقمعت؟ قمعوهم ولا لا؟ ما قمعوهمش. كي تجي تشوف بالنسبة للنظام المروكي فين هي اللي المسيرة تكون أخطر؟ واش اللي يخرجوا يطالبوا الماء، يطالبوا بالماء، ولا اللي يخرجوا ضد التطبيع؟ التطبيع الملك هو اللي طبع، وهادو خرجوا ضد الملك. دونك هادي نتاع التطبيع اخطر من هادي نتاع الماء. علاش اللي تاع الماء قمعوها ونتاع التطبيع ما قمعوهاش؟ ها اش قولكم؟ هل من تفسير؟ هيا خمو حلل. نخليها لكم، انا عارف نخليها لكم، وهذا الكلام تاعي راه موجه لمسنقلين، اللي هادوك المسنقلين هادوك. فوالا نزيدو نواصلو. بحيرة تأسر الناظرين بحسنها. محمد بن عبد الله خزان مائي يستغيث، والخطر يتجاوز النيل من بريق الماء، فقد يطال الصحة العمومية. مياه عادمة غير معالجة تصب رأسا في بحيرة السد. كنستنكروا انه السجني العرجات واحد وجوج اللي الماء الواد الحار ديالو تيكون في هذه الجهه وتيكون هناك، وهنايا هذه البحيره اللي هي فيها الماء صالح للشرب كيتلوث. في الحقيقه كنستنكروا المسؤولين المحليين والمركزيين، ما عرفتش على كيسمحوا بناء سجنين بدون محطه معالجه. فوالا قالت بناء سجنين وما بناوش المحطه نتاع المعالجه. عندها الصح، لأن كما قلت لكم في المروك المياه من الواد مباشرة للحنفية. هادو السدود اللي يجمعوا الماء تكب فيها ويدان الحار كما نقولوا حنا نتاع بخار، مياه الصرف الصحي. دونك هاد المياه تكون ملوثة، ما كانش محطات نتاع التصفية والمعالجة مباشرة للحنفية، وهذا ما
يكون ما يكون ضرر على صحة الإنسان، هذه راها باينة. وهنا إخواني أخواتي نوقف لكم على كلمة السجنين اللي قالت داك المرأة هذيك. السجنين ماشي هما السجون نتاع بني آدم نتاع المجرمين، لا، هذا تقصد به وهو سجن الماء، السد الذي يسجن الماء، هذا هو. وهذه الكلمة لغويا صحيحة 100%. ماشي كما هذاك الغبي نتاع أبرنوس سوق جواري، قراها سوق الجواري باش تعرف باللي زايلة ما يعرفش يقرا اللغة العربية. الله يعفوك يا أيها البرنوس. فوالا هذا هو الشيء اللي بغيت نتكلم عليه في هذا الفيديو إخواني، باش تعرفوا باللي ان المراركة إلا وصلهم الماء للحنفية عرفوا باللي انه ملوث بالمياه نتاع صرف الصحي. نسأل الله لهؤلاء الساكنة العفو والعافية. إلى هنا إخواني أخواتي انتهت هذه الحلقة معكم. اللي ماش مشترك في هذه القناة يشترك ويفعل الجرس لأن الجرس مهم. وإلى اللقاء.